أستاذة إلهام الحكيم، صحفية فلسطينية، لديك أعمال يدوية تراثية. ممكن تحدثينا عن التراث الفلسطيني وما هي الأعمال التي تقدموها؟ السلام عليكم ورحمة الله. أكيد إحنا من موقع تكريس هويتنا الفلسطينية بكل أشكالها. بنهتم بالتراث الوطني الفلسطيني باعتباره هوية إلنا كشعب فلسطيني. فالمرأة الفلسطينية عادة أول ما تبدأ بنتها تكبر بتعلمها الغرزة، بتعلمها العمل اليدوي حتى تعرف يعني الأجيال تتوارث هاي المسألة، وإنه نحن هويتنا الفلسطينية راسخة، والعدو الإسرائيلي عم يحاول إنه يزيف وياخذ تراثنا، لكن نحن من منطلق إنه تراثنا هويتنا نعمل على تكريس هذا العمل. وهون بتركيا يعني عم نشارك بمعارض، بنشارك ببازارات، بنشارك للتعريف بتراثنا ودعم قضيتنا الفلسطينية، وتحديدا هلا دعم أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني. يعني كيف يعبر الفن أو تعبر الأعمال اليدوية عن الهوية الفلسطينية؟ ما بقول لك يعني تعتبر تراثنا هويتنا. أنا هلا لما بكون لابسة توب مجرد حدا شافني فيه فورا بقول هاي فلسطينية من خلال الغرزة، لأن بالغرزة عم نعتمد على الألوان الأرجوانية الكنعانية، لأن إحنا أصولنا نرجع لبني كنعان من 5000 سنة. بعدين من الطبيعة بناخد الزهرة، مثلا زهرة الحنون المقدسية منطرز العصفور النورس لأنه كمان برمز لشعبنا الفلسطيني. منطرز شوفي بالطبيعة من مزروعات إلنا فلسطينية، منحاول المرأة تنقشها على توبة بحيث إنه أي حدا شافها بيعرف إنه هاي فلسطينية. فمن هون يعني حاول عدونا إنه ياخد تراثنا يعمل فيه توب لشركة العال للمضيفات على إنه هذا التوب الإسرائيلي، لكن كلياته يعني مزيف، والسردية الصهيونية أكيد كاذبة. ونحن عم نحاول قدر الإمكان نأكد على سرديتنا الفلسطينية وقصتنا الواقعية الفلسطينية، ولاسترجاع حتى يعني الإسرائيليين عم يحاولوا يسرقوا كل شيء إلنا، ما بس سرقوا الأرض وسرقوا التراث وسرقوا حتى مأكولاتنا عم يسرقوها. فنحن دايما عم نحاول نثبت هاي الأمور باليونسكو إنه لا، هذا تراث فلسطيني، وإيمت ما ثبتناها بنأكد كمان على حقنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الوطنية المستقلة. يعني أهمية المشاركة في هذه المعارض يعني هي يعني تكريس للهوية الفلسطينية وللتراث الفلسطيني، وتعريف عن الهوية الفلسطينية للأجيال القادمة. أكيد، ما بس الأجيال القادمة، حتى يعني زوار المعارض. يعني نحن هلأ مثلا هذا المعرض مشاركين فيه معظم الدول العربية، مشاركين فيه أخوتنا الأتراك، مشاركين فيه يعني من جنسيات مختلفة. فلما بيجوا وبيشوفوا التراث ومنعرفن عليه ومنعرف مثل ما قلت الأجيال القادمة، لأن هلأ أطفالنا هن رجال المستقبل، فإذا ما ورثناهن هذا الشيء من الأجداد للآباء للأولاد للأحفاد حفاظا على قضيتنا الفلسطينية حتى ما تندثر، ونأكد على أنه فلسطين للشعب الفلسطيني. وأكيد نحن هذا العمل ما بيكون خاص كليا، لأن في جمعيات، في مؤسسات داعمة للقدس، داعمة لغزة. فهلا نحن في جزء من عملنا عما يكون داعم لأهلنا بغزة ضد العدوان الصهيوني. نعم، أستاذ إلهام الحكيم، صحفية فلسطينية، شكرا لك. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.